طبعا أنا الآن مع والد الشيخ ناصر القطامي العم علي. مساك الله بالخير يا عم علي. مساك الله بالخير. يا هلا والله وسهلا أبو علي، حياك الله. الله يحييك ويطول لي عمرك. أنا ودي أسألك سؤال واحد. تفضل. الشيخ ناصر اليوم علم من أعلام القراء بالمملكة العربية والسعودية والجميع في قربه. الحمد لله. والله الصوت ما شاء الله تبارك الله ما أقدر أوصف. الحمد لله، هذا الفضل. أنا أبغى لما كان طفل الشيخ ناصر إيش كانت آمالك؟ إيش كنت تأمل فيه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الابن ناصر كان في بدايته أو في أماله، كنت في أملي له أن يكون مهندس يدخل كلية الهندسة. فكوني أني أنا تعليمي إلكتروني فضلت، يعني كان أنه امتداد لي، ولكني لما لمست حب للقرآن والقراءة وفي المدرسة، فتميزوا في المدرسة في القرآن عند مدرسين لأنه كانوا متميز في قراءة القرآن والخط، فكانوا يقدمونه دائما للأذان وللصلاة فيهم صلاة الظهر. فهذا نمى في شخصيته، صار يعني قوي الشخصية في المدرسة. ما شاء الله عم علي. يعني يا عم علي أنت ما أجبرته على تخصص معين، أنت لما شفت ابنك لا مو حاب الهندسة، لا أنت نميت فيه المهارات القراءة وحب القرآن. لا، هو كان صغير يعني زي أي طفل، لما تطرق إلى الهندسة بالنسبة لي، لكن كانت أمالي في المستقبل. يا مالك يا عم علي. فوجدنا نقاط القوة عنده في القرآن وتلاوته ونميتها. فنميتها لدرجة دخلنا حتى حلقة القرآن، فبدأ في حلقات القرآن بحفظ القرآن الكريم، حتى أنه عند لما نجح طلب نجاحته ميكروفون. ما شاء الله. توجهت إلى الوكالة اللي تبيع الميكروفونات والأجهزة الكهربائية، واشتريت له ميكروفون لأنه صار يحب يأذن لهم في الرحلات ويأذن في المدرسة. وهذا الله سبحانه وتعالى عم علي ما خيب تعبك. اليوم الشيخ ناصر يشار له بالبنان وقراء وبالصوت الجميل، وغير مستغرب ذلك دام فيه أب خلفه مثلك يا عم علي. يحفظك ربي ويخليك. ناصر حتى كان في آخر الليل الساعة حتى 1 من الليل لقيته مرة في سور البيت لابس بيشت وحاط قدامه زي الميكروفون وقاعد يصلي صلاة تراويح يمثل. كان وفي النهاية الله يحييكم في محلكم من ملفاكم إلى مسعاكم إلى ملفاكم. الله يطول لي بعمرك ويخليك. ونصيحة يا عم علي. نعم. لا تقول أنت والد الشيخ ناصر. يحفظك ربي. خلاص أخوك الله يخليك. كرمت ويحفظك يا رب. كرمت ودمت حبيبي. الله تسلم يا أستاذ. عندك حلم بالإصرار والتوكل على الله سبحانه وتعالى، صدقني راح توصل له.